ديالي عندها 14 عام، خطفوها لي اليوم العصابه من ولاد سليمان المخاليف جماعه جبيلات سيدي بوعثمان، قياده سيدي بوعثمان. وانا شحال هذا وهاد العصابه من الاخر ديال السنه ديال المدرسه تقريبا من شهر 4 هو كيخطفها لي هذا اللي يقولوا ليه التايس وكيديها يصيفط لها خوه يديها خوه التايس خوه عبد الغني الكتيم، خو التايس عبد الغني الكتيم خو التايس، هما جوج خوت كيتاجروا في المخدرات وكيديو ليا بنتي وكيتكرفصوا عليها. ومني كنجي كنقيد الشكايه، مني كنجي عند لاجودان ونجي عند الجدرميه ما شدوا ليا تا حق. جريت غا عيطت سخفت وانا مرا وحدانيه وما عندي شاي والبنيه يتيمه. ومني جيت درت شكايه للسيد الوكيل هنا نهار درت جوج شكايات متابعين، والشكايه الثالثه درتها نهار الجمعه. جيت وراني واحد السيده قال لي راه في الجمعيه، واني ما بقيت مشيت عندهاش، بقيت كنجري راسي وكنطيح ونوض، ما عرفت حتى جمعيه، ما قالوا لي سيريك ما عرفتش اسيدي، ما عرفت اللي يتعاون معايا. هاد الجمعيات فينا هما الجمعيات هما اللي خصهم يسولوا فينا. جريت تعيط وطحت ونط وجيت عقبو شدوا هذاك الكتيم عبد الغني تشد، وهذا الكتيم مصطفى اللي هو مكنين عليه التايس بقى تيهددني في التليفون تيقول لي راه ندخل عليك نذبحك انت وبناتك، وانا خايفه ومصورت عليا انا وبناتي. واليوم بغيت خرجت البنيه، جيت بعدا يامس شكيت عند السيد الوكيل يامس الاثنين. قلت لي راه كيهددني، قلت لي راه كيهددني سعاده الوكيل شكيت عليك وجيت عندك وبكيت وشكيت عليك ودرت لك الشكايه وما درتي معايا حتى حاجه. وقال لنا غدا نرجعوا على اليوم، ورجعنا عنده اليوم وقال لنا سيروا حتى نهار الخميس. والشكايه اللي فيها التهديد، واحد مجرم كيهدد مراه الجاله وبنياتها والدريريه قصير وهو يهدد فينا. وجينا عند السيد الوكيل ما درتي معايا سعاده الوكيل حتى حاجه. انا ما بغيت نقول حتى حاجه وما بغيت نخرج، انت ما درتي معايا حتى حاجه، خليتي بنيتي تخطفت. هي بنتي كيف تخطفت لي عندها 14 عام، غادي يفصلوها ولا يقتلوها ولا يديروا لها شي حاجه، وانا ضاربه عليها تماره. فينا هما الجمعيات، فينا هما انا كنوجه هذا النداء لسيدنا الله ينصرو. راني تعذبت وتكرفست وتمحنت وراني جريت تعيط وما استطعت نشكي وما استطعت نقول عمي، راني جريت تعيط وتعذبت عباد الله. عمي تشد خوه كيتصل بيا مصطفى الكتيم كيقول لي الا ما درتيش التنازل راني غادي نذبحك انت وبناتك. وعاود تاني نهار السبت صيفطوا لي الناس يطلبوا وجابوا لي 120,000 ريال حطوها عند مول الحانوت. قال لي مول الحانوت الياقوت هاكيها 120,000 ريال وانتازلي جيب لي التنازل ندخلوا التنازل وشدي 120,000 ريال. قلت له انا ما غاديش نبيع بنتي، انا بنتي ما نبيعهاش ليكم وما نتازل لكمش. يعني دابا اللي خطفوك اليوم على اساس باش دير التنازل انت لخوهم؟ اي دابا هذا الخطيف اللي خطف لي بنتي باش ندير انا التنازل لخوه، خطف لي بنتي باش ندير التنازل لخوه. ايوا انا راني الغالب الله. راني دابا اليوم ملي تخطفت البنت ديالك مشيتي عند الوكيل؟ مشيت يامس قبل ما تخطف، ملي كنا كنتهدوا جيت. لا ملي تخطفت اشنو مشيت درتي؟ ملي تخطفت جيت هنا ديريكت عندكم، ما بقى ما ندير. الوكيل راه جيت عندو هادروك بحال تخطفت، راه يلاه شي ساعه ديال ما قالها باش تخطفت وبقى كيهدد فيا. التايس عيط ليا تاني مصطفى التايس الياقوت واش ما بغيتيش تنتازلي لخويا؟ قلت لي ما نتازلش ليه. يعني قال لي غادي نذبح لك بنتي. يعني انت دابا ما بقيتيش كتثقي في الوكيل؟ لا ما بقيتش كنثيق في حتى واحد، انا الوكيل والجدرميه تاع سيدي بوعثمان ولا جودان ما بقاش ما داروا معايا حتى حاجه، ما حماوش ليا بنتي باش غادي نثيق فيهم. فين من بغيت نثيق انا كنقدم هذا النداء لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ما بقى لما نقول كاين الله سبحانه. انا بنتي راني تعذبت عليها وكبرتها، عاد